سقوط صادم لنادي ليستر سيتي إلى دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي لكرة القدم. ليستر سيتي الذي صنع التاريخ قبل 10 سنوات بتتويجه بلقب البريمير ليج غادر رسميا بعدما تعادل أمام هول سيتي بهدفين لمثلهما اليوم في الجولة 44 من عمر المسابقة. سمير بس وتفاصيل. بعد 10 سنوات على تتويجه بطلا للبريمير ليج غادر ليستر سيتي إلى دوري الدرجة الثالثة للبطولة الإنجليزية لكرة القدم. ليستر سيتي الذي حقق معجزة البريمير ليج بقيادة المدرب كلاوديو رانييري لتشهد نهاية الموسم الماضي هبوط ليستر سيتي مجددا إلى دوري الدرجة الثانية، والآن سيغادرها في اتجاه الدرجة الثالثة بعدما تعادل أمام هول سيتي بهدفين لمثلهما في الجولة 44 من عمر المسابقة. ويحتل ليستر سيتي المركز 23 قبل الأخير برصيد 24 نقطة وبفارق 7 نقاط عن بلاك بيرن صاحب المركز 21 أول مراكز النجاة، وذلك قبل جولتين من نهاية الدوري. ويأتي هبوط ليستر سيتي إلى دوري الدرجة الثالثة بعد 10 سنوات من تحقيقه معجزة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2015-2016.